You ready for this? Yes. اوكي. البيت بتاع السفير الكندي ده البيت اللي كان ساكن فيه عزت ابو عوف. صعب انك تمشي في الزمالك وتلاقي الشارع مش نظيف. انا عارف ان التصوير ممنوع في السفارات بس انا بتكلم للكاميرا يعني. هي طبعا ده زي انذار منها يعني. سليم النهارده موجود في واحد من اقدم الشوارع واقدم الاحياء اللي موجوده في القاهره، وفي نفس الوقت الحي ده واحد من افخم احياء القاهره بلا منازع. كان ساكن فيه امراء وملوك وفنانين ورؤساء، ولسه في الزمالك موجود لحد دلوقتي قصور كتيره جدا من اماكن كتير قوي موجوده لحد دلوقتي. النهارده بقى هنستكشف كده اكتر الاماكن وابرز واحسن الاماكن اللي موجوده في الزمالك، وافرجكم يا جماعه بقى على جمال الزمالك بحلاوتها وبكل حاجه مختلفه ممكن تكون موجوده فيها. لو اول مره ليك تشوف اي فيديو هنا على الشانل فسبسكرايب دلوقتي حالا ولايك للفيديو ده علشان هيفوتك كتير قوي 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 تشوف اماكن مختلفه في مصر وبره مصر وتجارب مره مختلفه. دلوقتي بقى انا بتمشى في شارع البرازيل. شارع البرازيل ده من اكتر الشوارع اللي تدخل جوه، تدخل كده بعديه بتلاقي اماكن كتير قوي كانت قديمه زمان، ومن الناحيه الثانيه منه برده في اماكن كتير اثريه. شارع معروف جدا ده البرازيل، من اكتر الشوارع اللي ناس كتيره بتجيها، ودايما بيبقى هادي ودايما بيبقى فيه اجانب كتير بشكل دايم، وبيبقى فيه ناس كتيره من الاماكن المختلفه بشكل عام. شوارع الزمالك اكتر حاجه بتميزها الهدوء، وتلاقي على اليمين وعلى الشمال دايما في محلات ودايما في اماكن كتير حواليك، فدي بصراحه من اكتر الحاجات اللي بتميز شارع البرازيل ده لانه اصلا فكل مكان هتلاقي فيه سوبر ماركت كده، تلاقي فيه اماكن هنا حقيقي جميله قوي، شجر، سوبر ماركت، وطبعا الدوشه احيانا في اماكن هاديه وفي اماكن زحمه. الشوارع بجد تحفه، الناس فيه بس جميل. الشوارع الجانبيه هي اللي دايما بتبقى اهدى شويه. دلوقتي بقى عديت من شارع البرازيل في شارع تاني الناحيه التانيه منه غالبا احمد مظهر، بس شوارع الزمالك بقى من هنا تبدا في الهدوء، لان الشارع ده اغلبه فيه كتير قوي سفارات، وهنا بيبقى عايش كتير قوي اجانب. تبدا الشوارع تبان بجمالها المتعارف عليه. اغلب شوارع الزمالك الهاديه اللي فيها شجر. هنا بقى بصوا الشجر اللي في كل مكان، والشارع نوعا ما عشان النهارده الجمعه فنوعا ما الشوارع مش زحمه، يعني هاديه نوعا ما لانه لسه في بدايه اليوم، فدي بصراحه من احلى الحاجات. كمان العادي هنا انك بتبقى ماشي وبتشوف اجانب كتير بتتكلم معاهم وبتسالهم، فهنحاول النهارده نتعرف على اجانب مختلفين ونتكلم معاهم، ولكن في اجانب بيخافوا من اي حد ماسك كاميرا وحتى مصريين، وفي ناس فريندلي اكتر، ولكن دايما بتقابلني المشكله بتاعت السفارات. هنا في سفارات كتير، فهحاول قد ما اقدر اني ما احطش نفسي في مشكله بسبب تصوير عند السفارات او ايا كان. بصوا الشارع الهدوء بتاعه حقيقي، الزمالك شوارعها فعلا جميله كهدوء. الشارع كله جميل بشكل رهيب، في شجر في كل مكان، تحس فعلا انك حابب تتمشى قوي من الهدوء بتاع الشوارع. دي نبذه بسيطه عن الجمال بتاع الشوارع هنا. هحاول ادخل اماكن او شوارع جانبيه تكون احلى وافضل وبعيده عن موضوع السفارات، فخلينا نكمل استكشاف. واحسن حاجه انه النهارده الجمعه، فده افضل شيء للتصوير الصراحه. شوارع الزمالك تحفه، يعني اكيد من اول ما بتدخل الزمالك بتفهم ليه كان في هنا فيلل لامراء ورؤساء ووزراء وسفراء، لسه يعني كانت موجوده كتير، ولسه لحد دلوقتي في ناس شخصيات عامه سواء سفراء او وزراء ليهم بيوت هنا في الزمالك، وممثلين بيوت ممثلين كتير جدا، لانه الزمالك حي يعتبر حي دبلوماسي، يعني مش حي عادي زي اي حي بشكل عام. في كم قصور غير طبيعيه موجوده في الزمالك، يعني زي القصر اللي ورايا ده سفاره لدوله معينه، مش هينفع ان انا اصور القصر او يبين ان انا بصور القصر، ولكن ده قصر كبير جدا ومتعرف عليه ان هو موجود من احد السفارات. ممكن نحاول نستكشف دي سفاره ايه، لكن ده العادي ان تلاقي بيوت السفراء وبيوت الوزراء موجوده في الزمالك ده بشكل طبيعي، وده المتعارف عليه في الزمالك بشكل عام. تلاقي قصر كبير او مكان قديم، مكان بيت سفير معين او بيت حد معين، فده في اغلب احياء الزمالك. غير بقى البيوت العاديه الطبيعيه، شكل الشوارع او شكل البيوت العاديه، يعني العادي ان البيت يبقى فيه شجر وتلاقي البيت ورا الشجر، ده العادي. في اغلب الشوارع بتلاقي الشجر مغطي البيوت بشكل عام، ودي بصراحه حاجه جميله قوي.
حتى تحس شكل الاساس او المعمار، طريقه البنى نفسها والمعمار نفسه هنا في الزمالك مديه انطباع وشكل مختلف قوي لاي مكان تاني. يعني تخيل انت لو ماشي في الشارع ده في اي بلد تانية مش هتحس ان هو في مصر. يعني نظام البيت او شكل البيت معمول بطريقه او حلو قوي ومنظم جدا. شكل العماير، شايفين البيوت، بصوا البيت عامل ازاي من هنا، نظام كل واحد، الادوار مش كتير، يعني 3 أو 4 ادوار او يمكن 5 ادوار، مش حاجه عاليه قوي او مش حاجه كبيره قوي، بس بجد شكله فعلا حلو جدا وملفت ليك، وتحب انك تشوفه وتحب انك تتفرج عليه من حلاوته. وكل بيت هتلاقي فيه شجر. مفيش مكان في الزمالك ما فيهوش شجر او مش متغطي بجناين. ده المتعارف عليه. ده شارع العزيز عثمان، من اشهر الشوارع الموجوده هنا في الزمالك. عايز اوريكم سفارات. الشارع اللي انا داخله ده شارع مليان سفارات، ومن اشهر السفارات اللي فيه انه موجود فيه سفاره المغرب. دي من احسن السفارات الموجوده هنا بالنسبه لي مؤخرا يعني. بس طبعا مش هنصور السفاره بشكل كبير لان هو الغالب بيبقوا مانعين التصوير عند السفارات. بس بصوا نظام الشارع، مفيش شارع او رصيف مش هتلاقي الشجر وهو مغطيه. ودي بصراحه من احلى واجمل الحاجات هنا. غالبيه الشوارع بتبقى نظيفه. صعب انك تمشي في الزمالك وتلاقي الشارع مش نظيف. قليل الشوارع تبقى مش نظيفه، بس الغالبيه بيبقى فيها اهتمام بالنظافه بشكل رهيب يعني. بصوا زي هنا كده الرصيف نظيف قوي. حتى مدخل العماير، بصوا مدخل العماره على اليمين وعلى الشمال، يعني انت واقف قدام مدخل العماره تلاقي على يمينك وعلى شمالك شجر واهتمام بكل شيء. يعني ده الشارع العمومي وده شارع مدخل بيت. بصوا كم الشجر اللي فيه. فانت هتدخل المكان نفسك هتفتح، تحس كده انه مكان متطور او حديث او في حاجه مختلفه. حاول تتكلم مع ناس اجانب موجودين هنا. هاي can I take some time like a minute? I'm sorry, I'm It's on okay. my way. في ناس بتحب تتكلم وفي ناس لا، بس هنحاول ان احنا نتعرف على ناس. اوريكم قد ايه الزمالك فيها كوميونتي اجانب كبير جدا وموجود في كل حته. من اكتر واحلى الحاجات هنا ان انت هتلاقي في كل مكان يافطه مكتوب عليها هنا عاش، هنا كان عايش الفنان الفلاني. اول حاجه الفنانه درية شفيق كانت عايشه هنا من 1908 لحد 1975. 8 شارع صلاح الدين الزمالك. يافطة هنا عاش دي لان هي بتوثق فنانين او النجوم اللي كانوا عايشين زمان بشكل كتير قوي في الزمالك وغالبا في كل شارع يعني. من الحاجات كمان المختلفة انه في ورايا البيت بتاع السفير الكندي، بس عشان في الغالب بيبقوا مانعين التصوير في الشوارع، بس هحاول ان انا اوريكم شكل الشارع وجماله. تحس ان انت وانت ماشي هتلاقي مبنى كبير جدا او قصر ضخم جدا. قصر ده هو قصر السفير الكندي. بس مش خليني اوريه لكم كده وانا بصور يعني. انا بصور نفسي، ما بصورش حاجه، انا بصور نفسي. شارع ورايا مفيش حاجه. انا عارف ان التصوير ممنوع في السفارات بس انا بتكلم للكاميرا يعني. زي ما انتم شفتوا كده القصر ممنوع فيه التصوير، بس هو باين ورايا نوعا ما، فباين كم الزرع وكم الشجر وكم الطبيعه اللي في كل مكان. للاسف ممنوع التصوير عند اماكن السفارات، هم بيمنعوا ان انت تصور فيها، بس هي بتبقى تلاقي قصر او مكان كبير قوي جنب السفاره. واغلبيه السفارات اللي موجوده في الزمالك بيوت السفراء بتوعها موجوده برضو في الزمالك جنب القصر او قريبه من القصر. ودي من اكتر الحاجات اللي بتميز الزمالك جدا يعني. لان بقى الجمال في الزمالك يعني حاجه طبيعيه، يعني زي ما انتم شايفين بصوا الشارع كله شجر. في بقى كمان من احلى الحاجات ومش موجوده في كل الاماكن انك تبقى ماشي في الشارع هتلاقي ورد، وده من احلى الحاجات هنا بصراحه في الزمالك. كميه ورد غير طبيعيه، شكلها حلو جدا جدا في الشارع، وبجد مخلياه رهيب وجميل بشكل غير طبيعي. انا بصور نفسي عامه، انا يعني وانا بصور كنت انا اللي بتكلم في الكاميرا بس. ماشي، هحاول ان انا اوريكم بيوت سفراء او بيوت الفن. للاسف كل ما امشي في مكان حد يقول لي ممنوع انك تصور، لان هي الاجراءات بتاعتهم كده، هم مانعين التصوير بشكل عام. من احلى الحاجات هنا انك هتلاقي البيوت او الفلل في الزمالك هنا متسميه باسماء اصحاب الفلل او اصحاب العمارات المشهوره اللي كانوا عايشين هنا. زي مثلا الشارع ده، بصوا اسماء الشوارع. مثلا شارع شجره الدول ده من اشهر الشوارع الموجوده هنا في الزمالك. في شوارع تانية كتير بتبقى متسميه باسم اشهر بيت بتاع حد كان ساكن في الشارع ده، زي مثلا شارع احمد مظهر، شارع البرازيل، وهكذا. شارع صلاح الدين ده برضو من الشوارع المشهوره قوي قوي هنا في الزمالك. نحاول على قد ما نقدر نستكشف اشهر الشوارع بس في نفس الوقت من غير مشاكل، عشان موضوع التصوير ممنوع في كل حته ده
بقى شيء مبالغ فيه. كمان من اكتر الحاجات واحلى الحاجات اللي هتلاقوها هنا في الزمالك هي الرابت دي او الكار دي من احلى الحاجات هنا، لان انت كل ما بتتمشى في الزمالك بتلاقي منها كتير قوي في حتت كتيره، بتلاقيها حواليك في كل مكان، ممكن انت تاخدها تركبها او تلف بيها. هي طبعا ده زي انذار منها يعني، بيبقى زي انذار لو انت لمستها او كده. هحاول ان انا اجربها. هي بتتعمل بالكيو ار كود وبالموبايل، بتسكان وبتركبها. بصراحه دي هتفرق معايا قوي ان انا اتحرك بيها والف بيها. هاي ام سوري فور bothering يو. بتتكلم عربي مصري؟ كلنا مصريين. انتوا الاثنين مصريين؟ طب افتكرتكم اجانب. ماشي سوري. كنت عايز اتكلم معاهم واعرف ايه رايهم في الزمالك وفي في الهدوء بتاعها، بس طلعوا مصريين فمش هتصور معاهم، بس مصريين زي الفل يعني، هو مش حاجه. ولكن عايز اعرف اكتر راي الاجانب اللي مش بيتكلموا عربي او مصري. عايز اعرف منهم ليه بيحبوا يجوا الزمالك، ليه بيحبوا يتمشوا في الزمالك، ايه الحلاوه في الزمالك بشكل عام من رايهم. بس حقيقي التصوير في القاهره يعني الناس بتبص لي بصات مريبه وكاني بعمل حاجه غلط. بص ده واحد من اهدى الشوارع اللي ممكن تشوفها بشكل عام. بجد شارع هادي قوي، في شجر في كل الجوانب. من احلى الحاجات كمان انه الناس بتيجي تنزل الزمالك كتير عشان تمشي الكلاب بتاعتها او تلعب مع الكلاب بتاعتها او حاجات زي كده. هاي، دو يو سبيك انجلش؟ كلام عربي؟ ممكن اصور الكلب معاكي؟ حاجه. طيب من احلى الحاجات هنا ان انتوا في كلاب كتير قوي تشوفوها في كل مكان، وانا عايز بصوا يا جماعه بجد كلب حلو قوي. الكلاب هنا جميله قوي في الشارع. من احلى الحاجات تمشي في الزمالك بتلاقي كلاب حواليك في كل مكان، فالكلاب هنا فريندلي قوي. بصوا هاي. كل ما امشي في مكان حد يقول لي ما تصورش او ممنوع التصوير هنا، فدي من اسوأ الحاجات في الشوارع بشكل عام او في الزمالك خصوصا. هاي سوري لو هعطلك. دي سبيك عربي انجلش؟ ازيك؟ انا بعمل فيديو عن الزمالك وعن الناس اللي عايشه في الزمالك بشكل عام. انت من هنا عايشه هنا، تحبي تصوري معايا؟ ممكن تصور كلبي بس انا لا. انا مش عايز اصور الكلب، انا عايز اتكلم معاك انت. طب ماشي يوريكم. الناس بتخاف شويه من الكاميرا لمجرد بس ان هو بيخاف ان هو يتكلم معاك. حسيت بيأس شويه او بمضايق شويه من كل ما اصور في مكان حد يقول لي ممنوع، بس عاوز اخدكم للجانب التاني. بس هنكمل الفيديو ده يعني هنكمله. خليني بقى اخدكم للجانب التاني من الزمالك، واحنا دلوقتي الجانب بتاع شارع ابو الفدا. بصوا شارع ابو الفدا وجماله. يعني مجرد ما تمشي في الشارع بتلاقي النيل الناحيه الثانيه، هنا النيل، عربيات ماشيه حواليك. كل البيوت اللي في شارع ابو الفدا بشكل عام كلها فيها شجر وكلها بتلاقي كلها بتبص على النيل. ولكن من اسوأ الحاجات برضو الزمالك كل الشوارع اللي فيها بتلاقي فيها شرطه في كل مكان او بتوع امن في كل مكان. فمجرد ان حد، وبصراحه لقيت ان انا محتاج ان انا ابقى معايا حد عشان اكمل جوله الزمالك النهارده، بس هي حد مش مصري. ف she is my Chinese friend. How's everything? How are you? Introduce yourself. Introduce yourselves. Call me Zhang. Okay, so Jay. Jay got me a gift today. جابت لي هديه فهتشوفي هي ايه. This. Chinese thing. Yes. So it's like 100% from China. Yes. Made in China. Yes. Great Do one. you see the panda before? I have never seen like a real panda before. Maybe Panda is very cute. no, I never seen like a real panda. So cute from you. Thank you so much. So we're gonna go now, and I will show you the most famous places in Zamalek for the Egyptian famous actors. Okay? Okay. You ready for this? Yes. Okay. So this place called Abu al-Fida. Abu? Can you say it? Can you say Abu this? is what? Yeah, Abu al-Fida. Abu al-Fida means the father of al-Fida. What? Okay, anyways, just be careful, okay? Let's go. السلام ورحمة الله. ازيك يا باشا؟ الحمد لله عامل كله ايه؟ حلو. انا بس عايز اصور اليافطه بتاعتي. انا حسبك هتصورني انا انا. هيشرفني ان انا اصور لا معاك. حبيبي. يشرفني والله. قلبي. يشرفني ان انت تبقى موجود في الفيديو. الله يخليك، ربنا يسعدك. يكرمك يا ربنا باشا. يحفظك. ده البيت اللي كان ساكن فيه عزت ابو عوف. بصوا اليافطه بتتكلم عن نفسها. كان عايش من 1948 لحد 2019. الله يرحمه. الراجل ده كان عظيم. الله يرحمه. الله يرحمه. اليافطه هنا موجوده من بدري جدا، بس اغلب الناس عارفين عزت ابو عوف بشكل شخصي، فاغلب الناس بتشكر فيه بشكل رهيب جدا. خلينا افرجكم كده العماره، حاجه فخمه، حاجه رهيبه بشكل غير طبيعي. بصوا الازاز بتاع العماره والمدخل بتاع العماره. حاجه تحفه. دي like the place for an Egyptian famous actor. You like it? Famous actor's home. Famous actor who was living here in this building. You understand? Yes. Yes. دي تعتبر من احسن العماير الموجوده هنا. حتى شوفوا المدخل بتاعها فيها 3 اسانسيرات،
بصوا المكان بجد حلو قوي. وكان باين فعلا انه من افخم واحسن العمارات اللي كانت موجوده هنا. شكرا نزار. ربنا يكرمك. شكرا. You understand or not? A little. You don't understand? This is the famous actor's home, right? Yeah. called عزت أبو عوف. Actor is the man or woman? He's a man. عزت أبو عوف. Action movies, actors. No, romantic movies. في عمارة تانية بقى، عمارة أنا داخل عندها دي. I will show you this building. المبنى ده يا جماعة ده مبنى لبون أو دي عمارة لبون من أشهر العماير this building. We can go the other way. I will show you better. العمارة دي من أشهر العماير اللي موجودة في الزمالك وهي عمارة لبون. كان عايش فيها كم فنانين رهيب جدا. حقيقي العمارة رهيبة جدا، الشجر مغطيها في كل مكان، ودي من احلى الحاجات اللي فيها. حتى المدخل بتاعها كمان حاجة رهيبة جدا. على فكرة مجرد ما انت تدخل العمارة كده هتلاقي المدخل ما تحس ان هو مدخل العمارة طبيعي، حاجة مختلفة. Do you wanna go this building inside? Yes. كان عايش فيها فنانين كتير. ممكن اعرف مين اللي كانوا عايشين هنا؟ من اكتر او اشهر الناس اللي كانوا ساكنين هنا في العمارة سامية جمال، محرم فؤاد وسامية جمال، ومين كان؟ حابب تطلع معايا طيب؟ وفاتن حمامة. طب في حد منهم او من العائلات بتاعتهم لسه عايشين لحد دلوقتي ولا اغلبهم؟ شيران بس كيف قافله الشغل. يعني عائلة شرهانة والبيت بتاعهم لسه ملكهم بس مش مقفول، والباقيين احفادهم توفى بقى واللي باع واللي. اوكي. طب ليه مش حاطين اليوفط بتاعتهم؟ يعني ليه مش حاطين هنا عاش؟ يعني ده من اغرب الحاجات. يعني انا اغلب العماير بشوف هنا كان الثقافه ما حطتش هنا. منع الموضوع ده او مش حاطين هنا. دي حاجه فعلا من اغرب الحاجات، لان في الزمالك كلها هتلاقي يافطه هنا عاش. هنا دي من اشهر العمارات، معروفه جدا وليها قصه كبيره قوي. كان عايش فيها 3 فنانين، فطبعا يعني اتمنى ان يبقى في يافط حتى تخريبا للناس اللي كانوا عايشين هنا. شكرا. Do you like the place? Yes. So you told me that you like the most of the places here in Zamalek. Why do you like them? Because the house, Vintage. Most of them are. story. It's like story behind this. Yeah. It's, Danger. we can get inside. I like all the things, like car, Like cars. house, Okay. bag. Bags. Okay, you like Zamalek. I have no more life, so I don't have story. Why I come here? Why? Because when I young, I look the book. It's a children book. Okay. Okay, right now. هي للاسف مش بتعرف تتكلم قوي في حاجات كتير انجلش مش بتعرف تقولها، فاحنا طول الوقت بنتكلم بنترجم كل حاجه، فطول اليوم ترانزليشن زي ما انتم شايفين كده، عشان في حاجات كتير انا ببقى مش فاهمها وهي بتبقى مش فاهماها، فبنحاول نتكلم على قد ما نقدر بس بالترانزليشن يعني. دلوقتي بقى هنشوف الجزء الثاني من الزمالك. يعني شفنا Yeah, you can just hold my bag. Just هنحاول نعدي الشارع، بس الزمالك زحمة قوي دلوقتي، اللي هو زحمة فيه غير طبيعية، وفي محلات في كل مكان. الشوارع الجانبية من الزمالك هادية قوي، بس You like motorcycles? Yes, Like I have. Egypt has a lot of motorcycles. كل حاجة بحاول افهمها لها لازم اقعد اترجم ليها. دلوقتي انا بحاول اروح الاماكن اللي كان ساكن فيها احمد مظهر وكان ساكن فيها اسماعيل ياسين. في اماكن كانت معروفة قوي كبيوت ممثلين او فنانين هنا بشكل عام. دلوقتي احنا رايحين عند الشارع بتاع كلية فنون جميلة، ده من اكتر الشوارع اللي في العادي بتبقى زحمة. دي عند مندرين كويدر، وده الشارع الاساسي. واحلى حاجه this is what I was telling you about. Flowers. Flower. Yeah, you like? Bird, I know. I mean there is shops for flowers and there is other places just. السلام عليكم. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ There is some shops for flower. هو الناس بتزعل لما بصورها. There is a shop for flower. This is only in Egypt. You have this in China? China Do you flower have shop. Yes, of course. China is big. The flower shop everywhere. But like this on the streets? Yeah. Everywhere? Yeah. But Egypt is better. There have the flower shop. Okay. Maybe I will go to 100 meter. Just Have the flower shop. اوكي. انتوا بتضحكوا Okay. عشان انتوا طالعين في الكاميرا ولا بتضحكوا؟ ماشي، انتوا منورين عامة. You were saying that you can go far away to catch the flower shop in China. Yes. Okay. You can come China to see. I would love to. We can walk. الشارع ده من اشهر الشوارع لانه بيكون موجود فيه كلية فنون جميلة او فنون موسيقية ورايا،
احسن حاجه بقى واكتر حاجه بتشهره عامه او بتميز الشارع انه مليان كم مطاعم غير طبيعي. فالمكان اللي انا فيه ده اكثر مكان ده يوتيوب في حاجه زي ما انتم شايفين في بتاع الشاورما السوري، في هنا زحمه كتير جدا، في مطاعم كتير جوه، فالاريا دي كده كلها في العادي دايما بتبقى زحمه، وبالذات المكان بتاع المترو وكان جو ذس واي. يعني في ناس بتزعل لما بتطلع معايا وفي ناس عايزه ان انا اصورها. والله انا اول مره انزل الزمالك. طب ايه رايك في الشوارع، في الزحمه، في الهدوء، كويس. في اماكن واماكن لذيذه يعني؟ شكرا. على اليوتيوب اسمي سليم مسافر. سليم ازيك؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ جدا معاك فيديوهاته جدا بخصوص الأخبار؟ بالذات لما تيجي تنزل الاماكن الاثريه. احنا بنقابل ناس واحنا بنصور، فدي حاجه حلوه، تبقى اكتر حاجه بتعجبك الاماكن الاثريه. الاثريه جدا والاسلاميه بالذات، لان انا اصلا ساكن هناك. حلو قوي. الدرب الاحمر والحته دي تحفه. احنا ان شاء الله قريب هنعمل اصلا ترافل جروبس كده، فهنبقى بننزل مع بعض سواء في مصر في القاهره او بره ان شاء الله. نوصل العالميه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. مهتم بكده؟ جدا جدا طيب. بصراحه. المره دي من اشهر العماير اللي موجوده في الزمالك، وهي موجوده في الشارع بتاع المترو. هولد ماي باج. اول حد كان عايش فيها عز الدين ذو الفقار، كان عايش فيها من 28 اكتوبر 1919 لحد 1963، وده من اشهر الفنانين. تاني واحد هو محمود المليجي، وده كان من 1910 لحد 1983. والتالتة هي علوية جميل، لان هي كانت زوجة الفنانة علوية جميل، كانت زوجة الفنان محمود المليجي. Do you understand anything of what I'm saying? No, It's very old they age. always dead. Yeah, they all were living here, but they were very old. Do you like exploring those like local places here in Zamalek or you don't? I don't understand. هي مش فاهماني، في حاجات كتير بتبقى مش فاهمة. I will translate you. احنا دلوقتي بنجرب الاسانسير، بجد حلو قوي، بس الفكره ان هو صغير جدا، فهو يا دوب يكفي لشخص واحد. يعني لو انا دخلت فيه هو كفيل بس بيا ان انا اكون موجود فيه كشخص واحد. فدي من احلى الحاجات في الاسانسيرات زمان، ان هي شكلها عتيق قوي كده، وحجمها كمان صغير جدا جدا جدا. You like it? Good or not? Yes. You like the Egyptian elevators? Okay. دلوقتي بقى هنكمل تمشية. اوكي هنكمل تمشيه في الشوارع، بس عايز اقول لكم ان العماره دي هي اللي كنا عندها، اللي كان ساكن فيها محمود المليجي وناس تانية كتير. وفي عماره تانية هنا من اشهر العماير. من اغرب الحاجات ان انت تكون معاك حد صيني، لان هم مش بيفهموا اللغه قوي، بس الموضوع لذيذ، لان هي مهتمه بالثقافه المصريه ومهتمه بالشوارع بتاعتنا، فهي حابه ان هي تعرف عننا اكتر، فدي احلى حاجه فيها صراحه. I was telling them that you don't understand me, No. but like you like the Egyptian culture and you like to explore Cairo more. That's why you're into explore different things and into explore different places here in Cairo. Good? Say good. I only understand the Cairo. You're ready to go different places here. Oh, okay. Yes. Yes. انا عايز اوريكم دلوقتي، انا داخل جوه واحد من اشهر الاماكن، او يمكن من احسن الاماكن في شكل المعمار بتاعها. تحس ان انت داخل مكان اثري وقديم جدا جدا جدا. بص شكله عامل ازاي. بصوا المبنى نفسه شكله قديم بشكل غير طبيعي، حقيقي شكله عريق بشكل غير طبيعي، كأنك طالع مثلا قصر او طالع مكان كبير او مكان قديم قوي. فدي من احلى الحاجات هنا في الزمالك، انه الاماكن تحس ان هي اثريه وقديمه بشكل غير طبيعي. Can join me here to take the photo like behind us. Come. Do like something crazy, like